طابت أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، عدد آخر من برنامج اربح مع تميم، العدد التاسع. انتظرونا بعد هذا الفصل. هذا البرنامج برعاية أول متسابق أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليه. حمزة حمية. حمزة حمية، الطلب العربي. أكيد. أكيد. حمزة حمية، عندنا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار يا حمزة حمية؟ بطبعي رياضي رياضي. أكيد مجال الرياضي. يلا، من 1 إلى 4. 3. السؤال رقم 3. من هو المنتخب الذي حقق بطولة كأس العالم على التوالي مرتين على التوالي؟ مرتين على التوالي. يمكن يكون برازيل. ثابت ولا ماكش ثابت؟ مانيش ثابت بصح. نعطيك فرصة أخرى، حاول تجيب لنا منتخب آخر لأن مش البرازيل. ألمانيا. للأسف الإجابة غير صحيحة، نتمنى لك حظ أوفر إن شاء الله. شكرا. تسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، تعرفوا عليك. وين بالقاسم؟ دوين بالقاسم، الطالب العربي. عندنا مجال الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة، من 1 إلى 4. اختار رقم. 2. رقم 2. رقم 2، متى وقعت الحرب العالمية الثانية؟ هذه سهل وبسيط جدا. الحرب العالمية الثانية. ما ظنيتش، ما نجيبهاش هذه، ولي ما انا صايم نزيد ما نجيبهاش، تروح المعلومات الكل. متأكد. حظ أوفر إن شاء الله. شكرا. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك، نتعرفوا عليك. رداد حسين، بلدية الطلب العربي. رداد حسين، بلدية طلب عربي. عندنا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ والله الدين. الدين. من 1 إلى 4. 2. السؤال رقم 2. السؤال رقم 2، ما هي أول صلاة فرضت في الإسلام؟ أول صلاة فرضت الإسلام. الله يوم الظهر. متأكد من إجابتك؟ الله أعلم الظهر. آخر كلمة. آخر كلمة. الله أعلم الظهر. آخر كلمة. نعم. إذن نبشرك أنك تكون أنت الفائز معنا في العدد التاسع من برنامج اربح مع تميم، وهدية من طرف محلات الأقصى، قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري. كلمة وجه المتابعين. رمضان رمضان مبارك للجميع. دعوة توجهها للمتابعين في العشر الأواخر من رمضان. والله نقول ربي يغفر لآبائنا وأمهاتنا إن شاء الله، ويعتقهم من النار هذه، وربي يرحمهم إن شاء الله ويغفر لهم إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. كان هذا العدد التاسع أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن إصغائكم وكرم متابعتكم. السؤال موجه إلى حضراتكم وهو كالتالي: متى وقعت الحرب العالمية الثانية؟ قدم الإجابة في تعليق مرفق بالاسم واللقب حتى تحسب الإجابة، وقم بمشاركة العدد. صح فطوركم.